سوري لها ارتباطات بالموساد الإسرائيلي، ببعض المنظمات المشبوهة بالوثيقة والدليل والبرهان بيدعمها بعض المصريين المقيمين في الولايات المتحدة الأمريكية لتمرير أجندة صهيونية من خلال الحديث من خلالها، وهي لا تمت بسوريا بأي صلة. سوف أنشر الوثائق من وثائق وبعض الأسماء للأشخاص المقيمين في الولايات المتحدة وكندا بالأسماء والدليل، والله يشهد علينا أنه لن نظلم أحد. سوف نتكلم بالاسم والدليل والبرهان، وكل شخص نضعه في مكانه تماما، لا يمتنا لا بالدين ولا للقومية بأي صلة. لهم أجندات خاصة يطلقونها من خلال ما يحدث في سوريا تماما. هؤلاء هم الفتنة حقيقة. علينا أن نبين، وعلينا أن نوضح، وعلينا أن نشير إلى هؤلاء حتى لا يكونوا فتنة أكثر مما هم فيه. تحياتي للجميع. إذا عندك فكرة ما تعلنها على العلني أخي. في عنا نحن أدام موجودين ما شاء الله، الأخ أنس موجود، ابن الجزري موجود، ساجد موجود، نضال موجود. تواصل معنا على الخاص واعطينا الفكرة ونحن نتشاور، وإن شاء الله إذا الفكرة أجمعوا عليها الأدامن إن شاء الله ندعمها. بس ما في داعي نشرح خططنا كلها على العام، ما في داعي. بكرة في اجتماع في مدينة ديترويت في ولاية ميشيغان الأمريكية، مع 2 سياسيين، مع 2 أعضاء من الكونغرس، عضوين من الكونغرس رح يكونوا موجودين مشان يحكوا في القضية السورية. طيب الأعضاء الكونغرس 2 رح يكونوا موجودين هو ماكارتر وكلارك. هدول 2 رح يكونوا موجودين. رح تكون الساعة 2 بكرة الظهر بتوقيتنا نحن على الإيسترن تايم. الساعة 2 رح يكون الاجتماع في، رح أعطيك العنوان كمان، رح يكون على ويستن ساوث فيلد على 1500 تاون سنتر. الشارع اسمه تاون سنتر. الرقم المبنى 1500، ورقم التليفون كمان إذا حبيت تتأكدوا 248 هو رقم المنطقة، ورقم التليفون 827 4000. أخي الكريم، أنا اليوم وصلت من سوريا. طبعا احنا شاركنا بالمظاهرات يوم الجمعة، صلينا بالجامع الكبير بدوما وطلعنا من الجامع الكبير. ان شاء الله نبعث لكم الرابط كله. طبعا نازل من السعودية، كنت مسافر وعلى اساس انه مظاهرة سلمية، انا كنت من الموجودين بالاول مع الناس بالمظاهرة. طبعا صورناه احنا. هذا عم يحاول يفصل دوما عن دمشق. وانا اليوم تعرضت ان قبل ما اجي على السعودية تعرضت لتفتيش يعني صعب جدا، وحاولوا انه ياخذوا الجوال مني وياخذوا يشوفوا شو موجود عندي بالجوال. وكان من احد اللي موجودين هو ملازم اول اللي احنا صرنا 2 3 ما نمنا. قلنا له ما نمتوا، طبعا هذا شغلتكم انتم. طبعا ما يحسن الواحد يحكي انه انا طبعا كان جوالي كل المقاطع هي جايبها معي، ما حسيت اكلمه اي شيء. تفضل اخي الحبيب مرة ثانية، وبدي اياك كمان تذكر لي ايش كانوا لابسين، ماذا كانوا يلبسون. طيب يعني هل هم مكافحة الارهاب، هل هم من الامن، هل هم من اي يعني من ماذا كانوا يلبسون؟ الله يرضى عنك بالضرورة. تفضل اخي، تفضل مرة ثانية. طبعا بعد الفاصل ضيفي السيد رفيق لطف يتحدث عما يجرى في هذا الفيديو، ومحاولات أيضا البعض من الخارج تصوير ما يجري في سوريا على عكس حقيقته، ولكن هناك استياء كبير من كل الرسائل التي تأتي على زيارة السفير الأمريكي والفرنسي من حماة. أهل حماة يقولون بأن